والله يا رجال يا شباب يلعبوا خارج ارضهم والاتحاد الدولي حاطط نقرهم وكل شيء ضدهم، وبالتالي يلعبون وبالتالي يمارسون حرية كرة القدم، يمارسون لعبة السلام، ولكن حتى الآن يبحث عن هدف التعادل. المنتخب العراقي الذي فرحنا به في بطولة كأس آسيا سنشعل من نيران المدن شموعا لكم. هنا ستشاهدون النجوم، هناك أيضا ستشاهدون النجوم من وطن توقظه الطائرات، من شموس تعانقه دجلة والفرات. سنفرح هذه المرة، سنبتسم رغم التأخر، فإن إحساسي يقول بأن التعادل قادم والتقدم قادم. فعلا التقدم سيكون قادم في أي لحظة من اللحظات، ولكن علينا الصبر في قادم الدقائق، لأن المنتخب العراقي هو صاحب روح قتالية عالية جدا وجدا وجدا فعلا. فإن لم أكن أشجع العراق في هذه المباراة فمن سأشجع؟ وإن كان حبي للعراق جريمة فاعتبروني أول مجرم. تصل المحاولة رغم الخسارة، لن أبكي أبدا، لأنهم أسود، لأنهم قهروا كل الظروف، لعبوا خارج أرضهم، لعبوا خارج بغداد. وأنا قلتها في شوط المباراة الثانية: يا رجال بغداد عذرا ليس يسترني إن قلت فيكم قصيدا مطرف الشجني. إرمتوب خلاص، المنتخب العراقي تغلب على كل الظروف، قهر كل الظروف، وبالرغم من ذلك فإنه قدم المستحيل، قدم المأمول. إذا سيداتي آنساتي سادتي، عشاق المنتخب العراقي الجميل، عشاق المنتخب العراقي، عشاق الأسود الرافدين، المنتخب العراقي هو اللي لعب، هو اللي تعب، هو اللي يستحق الكاس، بس الإمارات باي شانس. يعني واحد من الجمهور ينزل يقعد يفتر بالملعب يضيع وقت، لعاب الاماراتيين يطلعون الكره برا. ليش؟ والله حرام، اللعبه كلها حلوه الا التخريب هذا ما حد يرضى عليه. والله حرام. دقيقه العراق لعبوا عدل، العراق ما قصروا، لكن التخريب هذا حرام ينهي المباراه قبل الدقيقه. ليش ما اعطونا وقت اضافي؟ ليش يضيعون بالمباراه وما يعطوا وقت اضافي؟ ليش؟ مو حرام؟ أكيد منتظرين الفرحة، أكيد منتظرين الفرحة، إحنا بحاجة للفرحة. أسألك في ذمتك، نزلوا جمهور صوت زمن ما نزلوا؟ جمهور نزلوا الساحة وما نزلوا، والإضافي دقيقة 29 نهي، والإضافي وش نهى المباراة. الجمهور الإماراتي نزل للملعب. حبيبي الفريق لعب كل زين، أحلى ولعبوا أحسن من الإمارات بهواية، بس الحكم كان عنده هواي قرارات غلط. وش أخطأ الحكم فيه؟ بالعكس